السلام عليكم، ان شاء الله كما تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وتقدري تخدمي بها عدة مكونات وعدة وصفات لشهر رمضان، الايام العادية، لمناسباتك، توجديها لرمضان ان شاء الله اذا كنا من حيين. وتقدري ايضا اذا كنت امرأة عاملة وحتى اذا كنت ماكيته في البيت توجديها بكمية كيما راكم تشوفوا، كمية وافرة وبهذه الاشكال المختلفة، وتخبيها في الكونجيلاتور وتقعد لك مدة طويلة تخدمي بها، تحمري بها وجهك مع ضيافك مع عائلتك، توجديهم بسرعة وتوجديها سهلة. بلا ما نطول عليكم نروح نوريكم المكونات اللي راح نخدم بهم كامل هاد الوصفات. هاد الوصفة نستعملوها في المالح وفي الحلو كما بان قدامكم الحلو، وها هو اللي راه يبان قدامكم المالح. معناها تستعمليها في عدة وصفات، تنفع كما قلت لكم في شهر رمضان وتنفع في باقي الايام. اذا مكوناتنا اللي راح نحتاجهم لنهار اليوم باش نخدم لي باكيت وهادو لي طاختولات اللي راني نخدم فيهم ماشي بزاف. عندنا نص سرطل نتاع الزبده كما راها تبان قدامكم، معاها 2 حبات بيض، عندنا كاس ماء وكاس زيت، نص ملعقه كبيره نتاع ملح، ومعاها لا ليفيور الفرفاره، واكيد راح الفرينه اللي نلم بها. انا هاد الوصفه ما نستعمل فيها السكر باسكو قلت لكم نخدم فيها الصالي ونخدم فيها السكري، ما صوالح المالحين باش ما نوجدها مالحه مباشره، وصوالح الحلوين اكيد راح يكونوا حلوين، على هذاك ما نخدمش بها السكر. الاول الحاجه الاولى اللي غادي ندير بها ها هي البيض، كل حبه نديرها وحدها، من بعد نخلط مع بعض البيض اللي راهم عندي. درت الحبه الاولى ثم هي نزيد الحبه الثانيه، وغادي نبدا نخلطهم معاهم الزبده اللي راها عندي. الزبده تكون بحراره المطبخ، دروك راه الشتا، دروك راه شويه قاصحه، لكن اذا كنتي في فصل اخر ولا راح تكون لك طريه. ها هي اللي راني نحاول الان بيديا كيما راها تظهر قدامكم، نحاول ندخل كامل هذاك البيض اللي راه عندي في الزبده مليح. لازم هذيك الزبده كامل ندخلها. ها هي لا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى اللي تدخل لي كامل الزبده مع البيض بهذا. ما نستعملش هنا الباتور باسكو باش ما يعطينيش من بعد حاجه مرغويه بزاف وتجيني لاباط نتاعي مرمله شويه، ما تجيش هذيك لاباط اللي تجي معجنه. ما راحش تستغرق لك وقت طويل باش تتحكمي فيها كما راح تبان قدامكم. بهذه الطريقه راني غير بشويه ندخلها بهذه الطريقه كما راني ندير كما قلت لكم، ثم بصباعي المهم راح تدخل لي كامل الزبده مع البيض. ها هي لا كما راح تبان قدامكم. من بعد ها هي لا الطريقه تاعها، ها هي راك تشوفوا كيفاش ولات دايره. راح نزيد لها دروك الكميه الملح نتوما على حساب العائله تاعكم، تبغوا تقلوا الملح او تزيدوا الملح. بانت لي انايا نص ملعقه بزاف، تنجمي ديري عادك قل منها على حساب نتوما والرغبه نتاعكم. نزيد نكمل معاها الزيت، قلت لكم كاس زيت وكاس ماء. هذه هي الطريقه اللي راح تعطيني كميه بزاف، معناها الزيت والماء هما اللي راحم يعطوني كميه بزاف. نعرفوا الزبده راها غاليه بزاف مع ارتفاع الاسعار، راح تعطيك هذه كميه لاباس بها. هذه الطريقه هاك تشوفوا غادي مازالني نزيد ندخل كامل هذيك الزبده. غادي نبقى نمزج كيما راكم تشوفوا حتى المكونات اللي راها عندي كامل تتمزج فيما بيناتها، معناها حتى يولي عندي خليط نتاعي على شكل كريمه كيما راه يظهر امامكم درو كيما وريتها لكم. ها هي لا تولي عندي على شكل كريمه. هنا دائما الزبده مازال ما دخلتليش مليح، نقعد بصباعي هكذا حتى ندوب كامل هذيك الزبده. قلت لكم درجه الحراره راه البرد سبوغسا الزبده ما راهاش طريه بزاف، لكن بعد ما نتحصل على هذا القوام نقدر نبدا نزيد الفرينه بكميه غير بشويه حتى تتعمر لك وتبدي تتحصلي على العجنه اللي راكي باغيتها. ها هي بعد ما زدت الفرينه اللي راها تبان قدامكم. الفرينه ما نديرهاش مره واحده باش ما تجينيش يابسه، غير بشويه ونبدا نلم كما راها تبان قدامكم. ها هي كي نلمها شويه نزيد الفرينه معاها كما راكم تشوفوا قدامكم. ها هي ما نحطهاش ضربه واحده، نزيد ها هي لا ايضا نزيد الفرينه وما نحاول ما نعجنهاش. راكم تشوفوا فيا راني نلم فيها فقط بصبعي. لو كان تعجديها كي تجي ديريها في ليمول غادي كي ما توليش تتمشى لك في الاخر، تولي دائما تتكمش لك. على هذاك ها هي لا لاباط نتاعي كيفاش جات دايره بلا ما تعجنيها. راكم تشوفوا ها هي لا تجي مرمله. او هو الليمول اللي غادي نخدم بهم كيما راه الليمول عندي اشكال مختلفه. هاو اللي هادو اللي عجبوني بزاف انا نخدم بهم، على قلت لكم على حساب كل وحده والوصفه نتاعها واش غادي نديرهم. عندي حتى هوالي ليمون الصغار نديروا فيهم لي غاطون، نديروا فيهم صوالح بزاف نخدموا بهم كيما وريت لكم في الاولى، نخدموا بهم تاع الشوكولا من الدراري ولا.
ها هو الكميه نتاعي بعد ما درتها في ليمول، راني ثقبتها وحطيتها تطيب. ها هي لا راها حمارت لي وعطتني هاي الكميه نتاعي. نطيبها فقط من تحت. انا الكميه اللي نخدم بها لي غاتو خليتها حمارت باسكو غادي نعمرهم واجدين، نصيبهم واجدين. اما الكميه اللي غادي ندير فيها صوالح الصالي، نعرفهم الصوالح اللي صالي لي كيش ولي باكيت وكامل يعاودوا يطيبوا، خليتهم ماشي طايبين بزاف. هادو اللي راهم يبانوا قدامكم هادو توا اللي خليتهم للحلويات، مختلف الحلويات مختلف الاشكال كيما راه تبان قدامكم. التعمار راني وريت لكم كيفاش عمرتهم في بدايه الفيديو، وراح نوري لكم دروك هاولين اللي خليتهم شويه طايبين، ماشي طايبين بزاف كيما راهم يبانوا قدامكم هاولين في الوسط. هادو ما طيبتهمش بزاف باسكو باش نستعملهم للاكلات المالحه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وتجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم الى عجبكم الفيديو ولا لا. ونقول لكم ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ونقول لكم تبقوا على خير، مع السلامه.